360 جرام جنب اخواتك. حاولنا الفيديو اللي فات نعرف لو طلبت كيلو كفته من اي محل مشويات هيوصلك كام جرام بالظبط، وكلنا شفنا اللي حصل. النهارده قررت ان انا اكرر التجربه دي بس مع محلات سوريه، ونعرف هل السوريين هيطلعوا اجدع مننا ولا دي حاجه عامه ما بين محلات المشويات عامه. فالنهارده طلبت من اشهر 3 محلات سوريه جنبي، انس الدمشقي وابن الشام والاصيل الدمشقي. خلينا نعمل لايك وشير بمناسبه عيد الاضحى، كل سنه وانتم طيبين. وخلينا نبدا باول محل وصل معانا النهارده. اول واحد وصل هو انس الدمشقي. جاهز؟ جايب معاه رغيفين عيش، ايوه كده دلعني. السوريين اهل كرم فعلا. طحينه، توميه، مخلل، باكيت بطاطس. الباكيت ده يعني كان في الوجبه ولا ايه؟ المهم ان هو فيه باكيت بطاطس، والباك اللذيذ ده فيه ملح، فلفل، خله، منديل مبلل، نص الكفته نفسه. كيلو الكفته عند انس الدمشقي ب 576 جنيه. ليه 76 مش عارف، المهم ان نص الكيلو ب 288 جنيه، واخد توصيل 37 جنيه. الاسعار عند المحلات السوريه ارخص من ارخص محل جربناه المره اللي فاتت. الفيديو اللي فات كان فيه 800 و700. اسمها محمره 2 3 4 5 10 بتاع 11 12 صباع طماطم مشويه وبصل مشوي وفلفل، وفي رغيف عيش كمان تحت. فالموضوع شكله لذيذ. بس اهم حاجه بقى في الليله دي قبل بس ما ندوق هو ده. هنحط الطبق وايا كان هنصفره. 1 3 4 9 10 11 321 جرام. نفس القصه برضه 180 جرام في النص كيلو، يعني 360 جرام هتخسرهم في الكيلو. هو بصراحه عن المره اللي فاتت هو جايب بقى طحينه ومخلل وبطاطس كمان، فالدنيا حلوه. طبعا الكفته جايب المنظر ده، هي ريحتها حلوه كويسه من جوه، نسبه الدهون فيها قليله شويه. بسم الله. فيها حاجه كده مختلفه في التتبيله او في البهارات، خليها مختلفه كده سنه بسيطه. موضوع البطاطس ده لذيذ، بيعوض لك شويه فرق السعر. حلوه البطاطس دي، حلوه الطحينه دي. بصوا مش سايله خالص، ماسكه نفسها كده. مجملا الكفته بتاعت انس الدمشقي حلوه جدا، وكتجربه وكده بغض النظر عن الوزن بتاع الكفته ده. خلينا ندخل ونشوف تاني واحد وصل معانا النهارده. تاني واحد وصل هو ابن الشام. الكيس المميز بتاعه ده باكج دي 3 رغيفه عيش، عيش لبناني، معلقه وشوكه، وايبس، منديل، ملح، خله، في الاخر نوع غريب كده من اللبان، ميستي شعراوي. والنص كفته بعيش سوري وطماطم 1 2 3 6 صوابع كفته بالمنظر ده. بيسموا الكفته اصلا كباب، مكتوب نص كفته ما بين قوسين كباب مشوي. السعر 303، يعني سعر الكيلو عند ابن الشام 606، يعني هي قالت لي في الكول سنتر 596. وهنصفر صباع 56 جرام تقريبا، 360 جرام جنب اخواتك. 140 جرام خسرهم في نص كيلو، يعني 280 جرام في الكيلو، ربع الكيلو تقريبا. انا عارف الناس برضو هتقعد تقول لك ده قبل الشوي وبعد الشوي، انا لسه عند البوينت بتاعتي. انا بحاسب على سعر ما بين قوسين كفته مش سعر لحمه. فخلينا نتكلم في الموضوع ده في اخر الفيديو. جايب ايه؟ جايب عيش بس تقريبا، مش جايب اي حاجه تاني. طري جدا يعني بتقطع بسهوله. في من جواه صنوبر، بسم الله. لا وطعمه مختلف كمان، شكلها حلو من جوه ومستويه كويس. وموضوع الصنوبر ده مختلف شويه وبيخلي الكفته طعمها مختلف برده شويه. ما شاء الله في الصباع الواحد بتلاقي في كل حته تقريبا صنوبرايه. عجبتني برده ابن الشام بغض النظر برده عن الوزن بتاعها. حاجه اخيره بس في ابن الشام، 33 جنيه توصيل والحساب كله 336. هو الراجل بتاع الدليفري قال لي هات 342 عشان في غلط في خدمه التوصيل. خطا من مين بس؟ يعني حتى لو حصل خطا من عندكم شيلها يا عم، في ايه؟ بتاع الدليفري يعني المحل يشيلها. اخر واحد وصل معانا هو الاصيل الدمشقي. الاصيل الدمشقي ده انا ما جربتوش قبل كده، كذا حد كتبوا لي في كومنتات الفيديو اللي فات. هو ارخص واحد معانا النهارده، سعر الكيلو 530 جنيه، النص ب 265، واخد 30 جنيه توصيل. منيو بقى وحركات. سلطه شكلها مرهق شويه، انا مرهق جدا، انا مش هفتحها اصلا. هو في ايه؟ لا غريب جدا اصلا. توميه ومخلل، عيش لبناني، 3 رغيفه عيش لبناني، معلقه، شوكه، منديل، خله، وايبس. طبق ضخم ما شاء الله. يعني معاها 2 محمره، العيش السوري ملفوف فيها، بصل، طماطم وخضره وليمون تحت، 12 صباع كفته بالحجم ده. صفر صباع تقريبا 30 جرام، 353. فهو بيلعب برضه في نفس رينج المحلين اللي قبل كده. بسم الله. مضغها صعب شويه، مش اي عصاره او حاجه. نزلت كل العصاره اللي فيها او نزلت كل الدهون اللي فيها، بتحس انك عمال تعض كده في حاجه، بتعاني شويه وانت بتاكل. ندوق في التوميه،
مش عارف، مش التوميه شغاله بس مش حاسسها احسن اضافه تغمس فيها كفته. الطحينه طبعا تكسب بالكتير. 3 محلات تقريبا نفس الوزن تقريبا، يعني نفس نسبه الفقد، انت 25 ل 30% هتفقدهم في الوزن. في الفيديو ده بس اعرف هل احنا بس كمصريين اللي بنعمل القصه دي، ولا معظم محلات المشويات بتعمل قصه ان انت اللي هتشيل نسبه الفقد دي، بالرغم من سعر كيلو الكفته هو النهارده بصراحه كان ارخص شويه او اهدى شويه من المحلات اللي قبل كده. يعني ما شفناش 800 و700، بتتكلم في 600 550. ظبط لك الاوردر كده سلطات وطحينه وتوميه. انس دمشقي كمان كان بايع بطاطس. فهل مثلا ممكن نعتبر ايه ان المحل اللي بيديك الكيلو ناقص 30% ده محل مثلا محترم، ولا لا احنا برضو عاوزين ان كيلو كفته اللي انا هطلبه يجي لي فعلا كيلو كفته؟ ما انا دافع ثمنه وانت كاتب في المنيو عندك ان هو كيلو كفته مش كيلو لحمه. عشان خاطري بلاش المصريين والسوريين يقفشوا في بعض. يعني احنا لسه الفيديو اللي فات لو ما شفتهوش، المحلات المصريه مخيشه يعني جامد. الموضوع ملوش علاقه بمصري او سوري، هو بس مجرد طرح للموضوع، وعاوز اسمع رايكم طبعا في الموضوع ده. فلو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وشير عشان ده بيدعم الفيديو ان هو يتشاف اكتر. وما تنسوش لو حبيت تشتري حاجه من على نون دخلوا البرومو كودز دي، هتاخدوا خصم وتوصيل مجاني لحد باب بيتكم. شكرا جدا ليكم، سلام.